لاحظت ان في ناس كتير على جروبات الفيسبوك بيقولوا ان بطاقة كيو ام بي ببساطة ما بتتعملش اونلاين. انا بصراحة استغربت جدا من الموضوع ده، لان هي المفروض ان هي بطاقة ديبت، المفروض ان هي شغالة اونلاين وليها ليميت معروف. فقلت اجرب بنفسي تجربة في الفيديو ده، عشان في ناس طلبت مني ان انا اجربها على اي موقع دولي مش موقع مصري، عشان اشوف هتشتغل معايا اونلاين ولا لا. وخاصة ان في ناس اشتكت ان هي مش بتتربط بجوجل بلاي، على الرغم ان انا اكدت لكم ان بطاقات كيو ام بي بتتربط بجوجل بلاي. فقلت اجربها على نفسي، على الرغم ان انا عندي بطاقات تانية رابطها بالجوجل بلاي، وقلت اشوف هتتربط معايا ولا لا، عشان اكون قلت لكم الامانة واكون جربتها معاكم في الفيديو ده، عشان اي حد يقول ان هي ما بتتربطش او مش شغالة دولي يبقى شاف التجربة بنفسه. فرحت دلوقتي على الجوجل بلاي بتاعي، فتحت حساب الجوجل بلاي، ضغطت على البيمنت اند سبسكريبشنز، عملت اد للديبت كارد بتاعتي، حطيت ال 16 رقم بتوع بطاقة ببساطة، حطيت تاريخ الانتهاء والسي في كود، وبعد كده عملت لها اضافة. بعد كده على طول وافق معايا، لكن كان منتظر خطوة التوثيق على البay.google.com. رحت على البay.google.com، وبعد كده طبعا داخل عليه بالايميل بتاع الجوجل بلاي بتاعي، وبعد كده اخترت البطاقة اللي هي ماستر كارد بتاعت ببساطة، هتلاقوا عليها بالاحمر كده اللي هي فيريفاي. ضغطت على فيريفاي، قال لي ان هو هيبعت لي كود. الكود ده مكون من 6 ارقام وبعده كلمة جوجل، وان هو هيخصم مني مبلغ معين. بعد كده شوية انتظرت ان حد يبعت لي رسالة، اتأخرت شوية. رحت بصيت في رسائل الموبايل، كانت وصلت لي رسالة من كيو ام بي فعلا بالكود. حطيت الكود المكون من 6 ارقام زي ما انتم شايفين، وبعد كده عملت فيريفاي والبطاقة اتضافت عادي. وعلى فكرة انا اتخصم مني ال6 جنيه، واتخصم زيادة عليهم 10 جنيه بالانس انكوايري. دي حاجة انا بصراحة عمري ما جربتها في اي بطاقة تانية، يعني في مبلغ كده بالزيادة اتخصم مني. بس بعدها بساعتين رجعت لي ال6 جنيه عادي، لكن البالانس انكوايري واضح ان هي رسوم خاصه بكيو ام بي. المهم ان البطاقه اتربطت، يبقى كده انا اكدت ان البطاقه بتتربط بالجوجل بلاي بدون اي مشاكل، وهتشتغل معاك في اي موقع دولي. لو بطاقه ببساطه ما اشتغلتش معاك على المواقع الدوليه، راسل الدعم الفني، هي شغاله معايا وعلى فكره شغاله مع غيري. فاي حد هيبقى استثناء، مش مشكله في ببساطه نفسه، هي مشكله عندك انت، وراسل الدعم الفني وهيحلوها لك. اتمنى بكده ان انا اكون وصلت لكم وجهة النظر دي. هحاول اجربها على تطبيقات تانية الفترة الجاية، ونشوف مع بعض كده التجارب زي ما عودتكم دايما. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.